ملوخية خضراء. حبيبتي يا جوجو، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين يا رب. ايه العسل ده؟ لا يا جودي، ده انا زعلانه، ما تضحكنيش عشان انا زعلانه. ليه بقى؟ لا كده ما فيش يعني اصحابنا وحبايبنا ومتابعينا، حبايب قلب ام زياد ومطبخ جودي الفرفوشه. يعني انا زعلانه منكم علشان ما حدش وانا كمان زعلانه منكم عشان مش بتعملوا لايك واشتراك ومتابعه، عشان كده زعلانه. ما حدش بيعمل اشتراك ليه في القناه بتاعتنا عشان القناه بتاعتنا تتشاف وتتعرف. دي القناه بتاعتنا حتى بس صغيره على قدنا، عاوزين نكبرها يا جودي. وكل الناس يعني احنا عندنا فيديوهات الحمد لله متشافه. لو كل واحد شاف الفيديو 200 300 عملوا لايك وعملوا اشتراك في القناه، احنا في صفحتنا دي هتعلى وهتكبر وهتلف في العالم كله، وكل الناس هتشوف الاكل المصري الحلو اللي احنا بنعمله ده. يعني انا عندي فيديوهات ما شاء الله لا قوه الا بالله متشافه، وبعمل لكم فيها اكلات مصريه، بحيث ان مثلا اي حد بره مصر مش عارف الاكلات المصريه ديت انا بعملها بالتفصيل. يعني اللي مش عارف الملوخيه خضراء يجي يتعلم عندنا. يعني احنا في فيديو السوق اللي احنا كنا مصورينه، لو حد كان شافه فيديو السوق، جودي كانت طالبه ملوخيه خضراء جبتها وبعملها النهارده. ليه بقى؟ ازاي نبقى مدبرين برضو. عندي بواقي الاكل، عندي باقي طبق رز، طبق فاصوليا، شويه شوربه لحمه، خرطنا عليها الملوخيه، هنعمل جنب منها شويه طبق ملوخيه خضراء، وهيبقى الغدا النهارده بسم الله ما شاء الله، وحاجه حلوه وملت البطن وجميله، ومنها هنبقى اقتصاديين، ومنها نعرف نمشي بيتنا، مش كل يوم لحمه وفراخ. برضو الملوخيه الخضراء حلو، وما يجيش حد برضو يقول لي ايه ده انت بتعملي على صينيه المونيا والمخرطه بتاعتك المونيا، هتاكليها ازاي؟ يا جماعه الخير، انا اتربيت على كده، اتربيت ان انا احب اخرط الملوخيه كده اهي، وربنا هو الحق. فهم عيالي اتعودوا على كده، اتعودوا من ان هم اتعودنا على المخرطه، خلاص هم عاوزين ياكلوها على المخرطه، خلاص بعملها. يعني انت شوفي بيتك وعيالك يحبوا ياكلوها ازاي يعملوها. حبايبنا السوريين بيعملوا الملوخيه بورقها، يعني الملوخيه دي بتتعمل بكذا طريقه، بس الملوخيه المصريه الاصيله بتتخرط بالمخرطه كده زي ما انت شايفه كده. والمخرطه القديمه دي على قديمه، والله 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 المخرطه دي ما هي بتاعتي، بتاعت جارتي الله يرحمها. هي قالت لي يا ام زياد، انت بتحبي تاكلي بالمخرطه، وانا كانت عندي المخرطه عندي بارده، فقامت قالت لي خدي المخرطه بتاعتي دي. وهي كانت بتعمل بالكب عشان كانت كبيره في السن، توفت الله يرحمها، كانت بتعمل في الكب. هي كانت عارفه ان انا احب المخرطه، فادتني المخرطه بتاعتها. وسبحان الله زي ما يكون كانت بتديها لي علشان افضل اترحم عليها، الله يرحمها رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتاكم يا رب العالمين يا رب. فهنعمل النهارده ملوخيه. وبرده قبل اي كلام، مش عايزاكم تنسوني في الاشتراك في القناه واللايك الحلو منكم، ربنا يا رب يفرح قلوبكم باللي نفسكم فيه، وينجبر بخاطركم يا رب بحق دي الايام يا رب العالمين يا رب، ويفك كرب كل مكروب يا رب العالمين، ويخلي الكل من كان حبايبه، ويحقق لكم ما تتمنوا، كل من يكبر بخاطره وخاطر بنتي، ويعمل لنا اشتراك في القناه، ويعمل اللايك الحلو، ويكتب لنا كومنت حلو، ويقعد في ميزان حسناته يا رب العالمين يا رب. عشان الملوخيه الخضراء ويفرح قلبنا، لان احنا بنحاول ان احنا نعمل محتوى بيخش كل بيت في مصر وبره مصر، يعني منه تعليمي ومنه للاطفال، وما بيجرحش حد وما بيزعلش حد، مش لازم نكون بنعمل حاجه يعني تكون ملفته. فالنهارده ان شاء الله في الغدا بتاعنا هنعمل ملوخيه خضراء مصري اصيله، هنخرطها وهنعملها في ثواني وهوريكم الاكل بتاعنا. ونصلي على النبي بقى ونبتدي نعمل الملوخيه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كان عندنا شويه شوربه لحمه اللي هي مرقه لحم، تمام، غليناها وظبطنا ملحها وخرطنا الملوخيه بتاعتنا زي ما انتم شفتوا، وهنحطها على طول اهو. انا الملوخيه اللي عندي دول هم انا شاريهم هم نص كيلو، يعملوا لي طبق يعني او طبقين صغيرين، تمام. بالصلاه على محمد اهو اهو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اي تكتلات فكيها يمين شمال شمال يمين، بالصلاه على النبي. ولما تكوني بتعملي ملوخيه خضراء ما تكتريش الشوربه بتاعتها، هنكترها بعد كده بس، وبنهدي النار. خليكي معايا خطوه خطوه. وبرده جودي بتتعلم عشان تعمل الملوخيه ما بتاخدش حاجه خالص، زي ما انت شفتيني بنغسلها ننشفها نبتدي نخرطها ناعم زي ما انت شايفه، تمام اهو
تمام. انا حاساها تقيله شويه، فهجيب كوبايه وازود ميه. انا ما عنديش شوربه بقى، او انا خدت طبق شوربه بس انا عايزه ايه، بق بسيط اهو. اهي كده كده لازم الملوخيه دي هتغلي غلوه واحده بس اهو. بالصلاه على محمد. يلا هنسيبها بقى تاخد غلوه. هنحضر هنا بتاع صغيره، الطشه بتاعتنا بقى، شويه زيت او سمنه عادي زي ما اللي عندك متاح. تمام. عندنا الثوم المفروم، معلقه ثوم مفروم حلوه زي كده اهي. تمام. بالصلاه على محمد. قلبي كويس. والناحيه الثانيه الملوخيه هناك هي جودي شغاله لسه احنا عاوزينها تغلي. تمام. التومه بتاعتنا تاخد تحميره حلوه، ونعين دي خطوه خطوه عشان تبقوا استاذه ملوخيه خضراء مصريه. ملوخيه خضراء مصريه. بقى شويه كزبره اهو. تمام اهو، ريحتها حلوه. حطينا شويه كزبره مع التومه. لو عندك حته سمنه اعملي بحته سمنه بلدي ماشي. انا عندي بشويه زيت مش مشكله عادي برضه، هتقضي الغرض. هنا الملوخيه بتاعتنا هناك اهي. ارجعي لورا يدي شويه عشان انا ايه هطش الايه الملوخيه بتاعتنا هنا اهي. ارجعي ارفعي ايدك فوق شويه يا جوجو. ايوه شطوره. بسم الله ما شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلاه النبي، اللهم صل على النبي. ده ايه الجمال والحلاوه دي يا ام زياد؟ تعالي هنا يا جودي. اللهم تعالي هنا في قلب الطاسه. انزلي هنا. احلى طشه ملوخيه. اوعي يا جوجو، اوعي ايدك. صلاه النبي. اللهم هريس حته التومه الهاش اهو اهو. الملوخيه ما بتجيش ولا بيتغطى عليها، خدت غلوه اهي. شايفينها؟ بصي كده الملوخيه بتعمل ايه، بتبقبق. يعني معنى كده انها ايه، بتغلي. تاخد غلوه واحده ونطفيه اهو. كده خلاص الملوخيه خلصت. كده خلاص الملوخيه الخضراء بتاعتنا اهي، قوامها ممتاز، خضراء معانا اهي. شايفين؟ بالصلاه على محمد زي العسل. هنغرف اللي في الاطباق بواقي الاكل والملوخيه بتاعتنا. بصوا بقى حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادي الملوخيه بتاعتنا. انا بقى متحمسه مستعجله على الملوخيه بتاعتها اللي طلبتها اهو اهو. اتفضلي. الله مزيكا بواقي الاكل، وعملنا جنب منهم طبقين ملوخيه صغيرين. احلى ملوخيه. بوريهم القوام بتاعها كده يا جودي. قلبي كده ووريهم القوام بتاعها اهي. بالصلاه على النبي. ولا شهقنا، مش بالشهقه يا اولاد، ده بالنفس. اللهم صل على النبي وجماله. بسم الله ما شاء الله. ولا ساقطه في الطبق، ولونها جميل وقوامها حلو. وطعمها ايه يا جودي؟ جامد. حتى برضو طبق الرز ده والله العظيم بايت. انا ما طبختوش جديد والله. اخر شويه فاصوليا، وقعت نقطه ملوخيه هنا اهي. دول اخر شويه فاصوليا، اخر حتتين لحمه، اخر طبق شوربه. ولمينا الاكل اللي في البيت، وحلو فضل ونعمه. على نص كيلو ملوخيه عملناها جنب الاكل اللي هياكل بعيش واللي هياكل برز. وبالف هنا وشفا للي كل. واتمنى يا رب ان الفيديو بتاعنا يعجبكم. وقولوا لهم ما تنسوش ايه يا جودي؟ ما تنسوش اللايك واشتراك وفعل زر الجرس.